واحدة تانية يا ليلي، اعمليها جامد بقى يا ليلي بقى. انا بقول لك واحدة تانية عشان تعملها لي زي اللي فاتت. عايزينها في الهوا كده تطير. خناقة حريم. هي تقريبا مقتنعة ان هي لما تعمل وشها كيرفي يبقى احلى. لا حضرتك مش الوش اللي يبقى كيرفي، لا دي معلومة خاطئة عندك على فكرة. مش الوش، انت خليتي وشك وجسمك كيرفي الاتنين مع بعض ازاي مش عارف. واتساب. فيديو بقى النهارده عن ايه؟ اقول لك انا عن ايه. فيديو النهارده عن مهرجان القاهره السينمائي اللي احنا بنتكلم عنه تقريبا كل سنه. احنا ما بنسيبش حاجات من دي، احنا ناس تافهه معلش. محدش قد في التفاهه. رقم واحد في مصر. ارجع واختبرك واقول لك سؤال كل سنه، ايه هو مهرجان القاهره السينمائي وبيعملوا فيه ايه؟ محدش عارف، ما تفكرش، محدش عارف. في فساتين، في ناس حلوه، في ناس جامده، هو كده. بص اسهل لك الموضوع، تضغط على صباعك كده اهو، تقوم سحب لتحت، هتلاقي نفسك نزلت لللايك، تضغط على اللايك وتطلع تاني تكمل معايا. انا مش فاهمك، الموضوع سهل. مين ده؟ الحاج قام من النوم على المهرجان على طول ولا ايه؟ وجاب بنتينه معاه كمان اهو. اروح المهرجان لوحدي؟ المهرجان ده اما دخلت كده ومعاك فخدتين او فخد على الاقل حلوه، الناس هناك تاكل وشك. مقرف والله، ما هو مش طايق اصلا. صحتوه ليه؟ كنت سيبوه نايم. اطلالة الفنانة إلهام شاهين مهرجان القاهرة السينمائي. حضرتك لسه فيكي حيل تيجي مهرجانات. هند عاكف تتحدى إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وتدخل الريد كاربت بفستان غريب. في ايه؟ حضرتك تعملي ايه؟ انت داخله انتخابات؟ ده مهرجان يعني، عايزين حاجه نشوف رواعي على الناس كده شويه. الصحفيين دول جايين تعبانين حبتين طول السنه مستنيين اليوم ده. نفكر شويه في الناس، ما نفكرش في نفسنا. عنوان مفتوح الصدر ضيق الرجل، هدى الاتربي تثير الجدل. ست ماشيه حبه عيني، بص تحس ان في شايله هم، مش عندها حمل تقيل، خطوتها مش طبيعيه. هدى الاتربي في مهرجان القاهره الدولي. هي دي؟ ده اخوها ده ولا ايه ده؟ بيترولوا عليها. ده هي اصلا ما كانتش كده، انا عارف وشها اصلا. هي دي بقت دي ولا؟ طب ما انت وشك كان حلو والله، كتر فلوس وخلاص. نفخت شفايفها ما شاء الله، ضربت هنا خد كده كبير، عملت اللي هو الجو لاين. الجو لاين دي بتبقى عند الشباب، بتبقى من هنا. كبرت قورتها ولا دي قورتها مش عارف. الدبابه، لا اله الا الله. لا نهار اسود يا جدعان. ما كانش له لزوم والله تتعبي نفسك وانت جاي المهرجان كده يعني. والله كتير والله على الناس اللي واقفه بتصور. يا نهار ابيض. على مهلك خالص. ترجع حاجه تقع مننا ولا حاجه، الناس تقعد تبص علينا، لا مش كويس. العيال ساحت، الولد اصلا واقف ساح لوحده جنبها. الولد بيراقب في رياله نازله منك حضرتك يعني. طبعا في دبابه ماشيه جنبك، شوت جن. حضرتك اوفر جامده، اوفر بجد. ايه ده؟ الفيديو ده انا عايز انزله واعمل له اخفاء عن البيت عندي والله. بيقولوا الحاجه ان زادت عن حدها قلبت ضدها. قلبت ضدنا احنا اللي اتاذينا احنا. ما مش طبيعي بقى قاعد يشوف كل ده في حد واحد يعني. في حاجات دي تبقى المفروض موجوده في كذا حد، مش حد واحد. اللي عملته في نفسها ده اسمه طماعه. ممثله هدى الاتربي اللي عملت عمليات تجميل قضت على ملامحها تماما وشوهت وجهها. لا والله زي الفل زي ما هي. احنا هنعمل ايه بالوش؟ الوش كده مصيره بيكبر وبيعجز وبيحصل له تجاعيد. لكن ايه اللي بيبقى لك؟ فكر كده معايا، ايه اللي بيبقى لك؟ ايوه اللي بيبقى لك الروح لو مش كيرفي مش كويسه مش هتحب تعيش معاها، مش هتحب تشوفها، فاهم؟ اول ما ظهرت على الشاشه خطفت الانظار بجمالها الهادي وملامحها الطبيعيه. حلوت. هتشوف ازاي؟ هي تقريبا مقتنعه ان هي لما تعمل وشها كيرفي يبقى احلى. لا حضرتك مش الوش اللي يبقى كيرفي، لا دي معلومه خاطئه عندك على فكره. مش الوش، انت خليتي وشك وجسمك كيرفي الاتنين مع بعض ازاي مش عارف. تقريبا عند دكتور التجميل قالت له انا عايزه ابقى كده، فاهم؟ جابها من وشها لما لتحت. والله دكتور بيفهم. يعني مثلا سحبة العين من خدودها، حتى فكها شكله اتغير، ما بقاش لايق على وشها. يا جدعان انتوا مكبرين الموضوع ليه؟ هي ممثله يعني. انت لو معاك مثلا عربيه وشغال عليها مش هتروق عليها وتجيب لها اكسدامين جداد ورفرف جديد وتغير لونها بقى وتظبطها وكاوتشاتك ودنيتك؟ بالظبط نفس الموضوع هنا، لازم تصرف عشان تشتغل اكتر. بس هنا ما شاء الله صرفت جامد يعني، ما بخلتش على نفسها باي حاجه. في بدايتها على الشاشه هي دي الناس كلها كانت بتتكلم عن جمالها، لكن ما دامش كتير وعملت عمليات تجميل للاسف اللي قضت عليها. لقيت الناس بتقول لها انت جميله وقمر وجمالك رباني، ما حبتش تفضل في نفس المستوى نفس الليفل، لا علت على نفسها وعملت عمليات تجميل احسن، تبقى احلى، بتطور من نفسها. انتوا زعلانين ليه؟ دي بقت جامده والله. هي دي لا لها حق تعمل عمليات تجميل. الفلوس بتعمل كل حاجه بجد. الفلوس دي اختراع هايل. دي انا عارفها ما شاء الله، ده لابسه محترم قوي. طب ليه كده في ايه؟ دي كده كل مهرجان بتيجي يعني اقلع من الاول. شوف دلوقتي سبحان مغير الاحوال. هند عاكف تروي تفاصيل خناقتها في مهرجان القاهره السينمائي. هند اتخانقت يا نهار ابيض. خناقه حريم.
ام فستان عليه صور دي هي اللي زعقت تقريبا، ما كانوش عايزين يدخلوها عشان الفستان الهبل ده. ايه ده حضرتك؟ ايه اللي انت لابساه ده؟ ايه ده؟ انت ما كنتش كده في ايه؟ الست دي كانت بتيجي كل مهرجان معظمه مكرمه العسل بوته. انت ناس غريبه. طبعا بهزر، اتمنى كل الفساتين اللي تبقى في المهرجان تبقى بالمنظر الجميل ده. اي نعم لما تبص لها كده الولا الاولى تحس ان في عوامات على كتفها، بس عادي تمام شغال محترم، ودي اهم حاجه يا وسخ. ويسرى جت، يسرى جت يا ولد. كلهم مؤدبين اهو. ملا شلبي، ملا شنبه يعني لابسه نص محتشم، بس والله عاش، والله انا فرحان لكم. دي مي عمر، امال فين جوزي؟ هتلاقيه واقف مع صحفيين بيتفرج. يا مي يا مي يا مي لفي لي يا مي. الست دي انا اسمع ان هي قد امي والله. لالي عوال لالي عوال لالي عوال فنانه ليلى علوي. نيلي كريم دي صح؟ ده جوزها؟ اه اكيد جوزها. حط ايدك عليها ما تتكسفش، حط عادي. كريم كريم الوحيد اللي جاي بفخد مراته، مش مكسوف. اشمعنى انت مش عارف تمشي كلمتك يعني؟ اشمعنى؟ قاعدين يندهولك اقول لك اتكلم بقى، اقول لك ورينا مراتك. يا كريم اشمعنى احنا يا كريم يعني يا كريم؟ تعالي يعني انت ممثل ايه؟ هي مش ممثله، مقلعها وجايبها ليه؟ كانش لزوم تتعب نفسك يعني والفرهده في الساعه اللي احنا فيها دي. والله العظيم احسن واحده عملت عمليه تجميل، عرفت تعمل عمليه صح، فاهم اللي هو راحت الدكتور شاطر. شوف 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 هما الاثنين، بص بص بص. الفنانات ما بيعملوش كده. البت دي ناقصه غذاء قوي بجد والله، دي ما بتاكلش بجنيه يا جدعان في اليوم. ايه ده؟ ما تاكلوها حاجه، تلاقيها جايه المهرجان على لحم بطنها يا عيني. مين دي؟ مين ليلي دي؟ باين الفخ ده. ايوه يا ليلي جدع يا ليلي. صحفيين واقفين من الصبح يا حب ما بيشوفوش حاجه. مهرجان محترم قوي السنه دي. والله فرهدوا يا حب تاني من الصبح، الفنانه دي والفنانه دي. لفي حضرتك انبار ما فيش حد بيسمع الكلام. انت الوحيده اللي لوحدك كده بتبين لهم. ايوه يا ليلي. واحده تانية يا ليلي. اعمليها جامد بقى يا ليلي بقى. انا بقول لك واحده تانية عشان تعملي لي زي اللي فاتت. عايزينها في الهوا كده تطير، او بصي حط الفستان على وشك. مش عايز. ايه ده؟ في ايه حضرتك؟ جاي في ايه؟ مالك؟ ده فرعوني ده ولا غازيه ولا انت عايزه ايه؟ ايه ده؟ في ايه النفخه دي؟ دي ماشيه بخيمه، حرفيا ماشيه بخيمه كده، والخيمه مفتوح منها باب قد كده، والباب ده بتشوف منها جوز الفخاد، فاهم؟ حرفيا ممكن تلاقي عيل صغير داخل جوه يقعد جوه، فاهم؟ يلعب استغمايه مع واحد صاحبه عادي. ده احمد السعدي ديزاينر مصري اللي عمل. ده كام متر قماش هتلفيه مع نفسك وتحط الغوشتين دول وتلف هنا وتنزلي؟ ايه الديزاينر في كده؟ ده ضحك عليكي. الملايه اللي في الاسكندراني والمسلسل. ايوه يعني انت جبتي ملايه لفتيها ونزلتي. ايه الديزاينر بقى في كده؟ اديتي الراجل فلوس ليه بقى؟ عاملين ايه؟ برضه لسه ما اكلتهاش. قلت لك يا بنتي خديها روح اكليها، والله هتقع مننا. لازم نسالكم طبعا الاوتفيت بتاعتكم النهارده. اوتفيت ايه اللي بتساليهم عليه؟ قول لها اكلتيها ولا لا؟ قول لها خديها اكليها. مين جاي؟ أميرة سواء في الأغاني حلوة قوي، اوكي بتحب الراب موت، ماشي بتعرف ترقص جدا. جدا، بس بتفرهد بسرعه عشان حضرتك لسه ما اكلتهاش اي حاجه. ميال بتحب الأغاني الشعبي، بتحب دبل زوكش قوي، وبتعرف ترقص بلدي. ممكن ترقص لنا حاجه كده معلش؟ لا عشان نتاكد يعني هل ده حقيقي ولا لا. قالوا لكم ان هيكون في اوبن بوفيه في المهرجان، وانتوا هتختاروا البوفيه ده يا بنتي قلت لك اهو، قلت لك عايز شاورما من الصبح، عاجبك كده على نطقت اهي. قلت لك خدي اكلها من الصبح، قالت لك عايز شاورما. ايه الفستان اللي انا مش فاهمه ده؟ هو الفستان يعني معمول من خامة البلبوس، فاهم؟ في دي خامة جديدة كده اسمها خامة البلبوس عشان تبقى ماشي كده على الله. يعني هي لابسه بس سلبوطه برضه، انا شايفها برضه. حضرتك جايه تستحمى هنا. دي وقعت من مين؟ دي تبع مين؟ دي صوره يا جماعه غريبه بس مش فاهمها ايه ده. وده فستان ولا ده جيبه ولا هو مفتوح من هنا ولا لا حول ولا قوه الا بالله. ثانيه واحده بس يعني ده رايح المهرجان يعمل ايه؟ اي حد مشهور على كواي يخش المهرجان عشان هو الراعي بتاعهم طبعا. يخش لك بقى المهرجان يتنطط على اللي خلفونا، يقول لك الحمد لله انا نجحت وبعد تعب سنين وشقه انا واقف وسط الفنانين صحابي. مصطفى ده عمل ايه في حياته كلها؟ اتجوز اجنبيه وقالت له بس يا ولا بس يا ولا. بجد انجاز والله، انجاز يا مصطفى بجد والله. الفنانه كتافات داخله معانا المهرجان.
ده ليله والله العظيم انت صعبان عليا. ايه الشيله دي كلها وكتافات وليله زرقاء انت ماشيه بيها والله ربنا يكون في عونك. ما كنا جينا من غير فساتين وكنا رايحنا دماغنا مش عاجبك كده اشيلي بقى. يخرب بيت النجار اللي عمل لك الفستان بجد بجد والله عاش عاش. ده مشدود شده. وميك اب ارتست ريهام خليفه. شعري شادي. شعري شادي؟ طب ما كنت كاتب شعرك يا بنتي. زي الخرا انا عارف ما بتتكلمش. حسين فهمي طلب عدم العري بالمهرجان عشان كده انا عمال اقول مفيش عري في المهرجان السنه دي. بس مش ضد البوس، زعل من فستان بوسي بس عجبه فستان نرمين. ده فستان نرمين بس ها ايه ده ثانيه واحده. ايه الفستان ده ثانيه؟ ايه ده حضرتك بس مش فاهم. الفستان ده انا شفته في كام ميم كده امبارح بيقول لك لما تروح الجيم وتدفع نص الاشتراك. يعني هو عشان حسين فهمي قال ما فيش عري يبقى في تخلف ولازم يعني ده على كل حاجه. اموت وافهم الترز اقنعك بيه ازاي ولا الراجل اقنعك بيه ازاي. اكيد دي مش فكرتك ما تقنعنيش. هتقولها له ازاي؟ هتقول له عايزه فستان مشدود كده من هنا عايز اخش المهرجان كده يقول له ام دراع جيت اهي. اكيد لا اكيد هو اللي اداهولك بوظه بقى القماشه باظت منه وحصل حاجه. بس كده يا سيدي حاولت الم كل الحاجات اللي حصلت في المهرجان اليومين اللي فاتوا دول. لو انت كملت في لحد الدقيقه دي عرفني رايك تحت في الكومنتات او اكتر حته عجبتك في الفيديو. وميرسي فشخ انت كملت في لحد دلوقتي. لا طبعا مش لايك تنسوا تعملوا لايك تشتركوا في القناه وتشتركوا في القناه عشان دايما القناه موجوده على راسكم بالارض. باي باي. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south, I'll be spreading out, call it word of mouth, can't prove it.